دورة بط سريعة يبقى هما نوعين اتنين ملهمش تالت، يا بغال او مولر او زي ما بتسموه في بلدكو، يا اما اللي هو الفرنساوي البيور او البح او الشرشابي، كلها مسميات لنوع واحد ولكن منه درجات. يمكن اعلاهم دلوقتي في السوق الفرنساوي البيور اللي هو اللي قدامكم ده، ما شاء الله اللهم بارك، دول 40 يوم، بتهيألي اسبوع وهتكون مكملة قفلان وتبقى زي الفل، يعني على شهرين خلاص زي الفل هتذبحي منهم. بس عيبه صوته زي ما هتسمعوا معانا دلوقتي. النوع التاني هو البغال اللي هو الاسمر اللي قدامكم ده. صح الفرنساوي البيور فرق عنه في الجسم وفي الحجم وقفل بسرعة عنه، ولكن المولر او البغال صوته ملوش صوت. هو بيجي معانا على 3 شهور. الفرنساوي لما بنسيبه بيفضي معانا بعد الشهرين او شهرين ونص، هيفضي معاكي وتبقي خسرتي فلوسك. لكن البغال او المولر بعد ال3 شهور لو سبتيه هيجيب برضو معاكي ان شاء الله وزن. ما شاء الله اللهم بارك، هم احلى حاجه فيهم ان هم كيوت قوي وبيكبروا ما شاء الله اللهم بارك بسرعه 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 بالنسبه للفراخ خالص، وبالنسبه كمان للبط البلدي او البط الخليط فهم بيكبروا اسرع. ده للناس اللي بتبقى عايزه دوره كده سريعه. انا ما كنتش جايبه عدد كبير زي ما انتم عارفين. لما حصل المشكله اللي حصلت عندي الاخرانيه، للاسف في بطه ماتت من اللي هو الفرنساوي البيور ده. تاني يوم على طول الكارثه اللي حصلت. مات واحده وهم صغيرين برضو، والباقي تمام. المسكوفي كنت جايبه مسكوفي معاهم، المسكوفي مش عايز حر قوي ومش عايز ساقع قوي، مناعته بتبقى ضعيفه في الحر وفي السقعه. عشان كده دايما بقول ان احسن نوع للبط هو البلدي الخليط، اللي هو بلدي خليط مسكوفي. تمام، لان في منه خليط بيكون خليط جعجاع او كده، او بح او فرنساوي. في منه انواع بتتكاثر، يعني البطه بتاعته بتبيض وبترقد، يعني في اللي هو البكيني او البح او الجعجاع زي ما بتسموه. لكن بالنسبه للمولر بقى فده بيبقى بط غالبا عقيم، صعب قوي ان احنا ناخد منه سلاله يعني. يعني انا عندنا هنا في مراتات عمامي قالوا لك ان الذكر ممكن نسيبه وممكن يخصب او كده، ان هم ياخدوا منه سلاله تانية. هو اصلا المولر او المولر او البغال هو خليط بين المسكوفي وبين البكيني. بيكون الاب مسكوفي والبطه بكيني. فان احنا ناخد منه سلاله تاني بتكون صعب شويه. لو انتوا عايزين حاجه سلاله يبقى الافضل ان انتوا تربوا بلدي اللي هو السوداني الاصلي، او زي ما في بعض البلاد زي ما كتبولي بيسموه المصري، يا اما البط اللي هو قلنا خليط مسكوفي سوداني مع مسكوفي. ده الصراحه من وجهه نظري احسن سلاله بط ممكن تربيها لو انت بتربيها للرقد وبتربيها ان انت تطلعي منها سلاله. ما شاء الله اللهم بارك، البطه بتديكي انتاج بيض كويس وبترقد، عكس المسكوفي الاصلي. المسكوفي الاصلي يرقد لو انتي عملتي منه سلالة وترقديه تحت بطة تانية، واللي يطلع بقى معاكي بيطلع بيرقد. فاهمين القصة؟ انا بوريكم هنا كده تطورات البط الفرنساوي واحنا راجعين، يعني الحاجات دي كده اللي هو الاقدم بقى. هنا كده هو نص قفلان اهو زي ما انتم شايفين، ده تقريبا كان عمر الشهر. لكن في بداية الفيديو زي ما وريته لكم عمر 40 يوم. اسبوع كمان وهتبصوا تلاقوه الحمد لله بقى تمام. انا عندي 3 بس هم اللي فرنساوي لان في واحده ماتت، فان شاء الله اول ما يقفلوا معايا كده على شهرين، يعني 10 ايام كمان اسبوعين بالكتير، وابتدي ان انا اذبح منهم، او ممكن اذبحهم كلهم ال3 يعني، واسيب بقى الاثنين اللي هم البغال والواحده الفرنساوي المسكوفي يا جماعه. تمام، اما نشوف المسكوفي هتطلع ذكر ولا هتطلع نتاي انتوا عايزينها تطلع ايه؟ انا عايزاها تطلع نتاية شوية وعايزاها يطلع ذكر شوية. عايزاه يطلع ذكر عشان يديني وزن كبير، وعايزاه تطلع نتاية عشان اجرب ان انا اطلع منها سلالة. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. كده احنا ردينا على السؤال الشائع اللي هو لو احنا عايزين بط للتسمين يبقى ايه افضل نوعية بط. البط المسكوفي كمان بيدينا وزن كويس، ولكن على المدى البعيد، على المدى البعيد. وما انصحش طبعا ان احنا نربيه
ولا في صيف جامد ولا في شتاء جامد، لانه ملوش مناعة خالص في الحر الشديد او في البرد الشديد. يعني انا عايزة اقول لكم انا كنت جايباهم 3، فضل منهم واحدة بس، ماتوا وهم صغيرين 2، واحدة في واحدة. كان في واحدة لونها اسمر كده وواحدة بيضة برضو عادي. فماتت السمرة دي اول واحدة، وبعدين ماتت واحدة تانية من الكبار. ده كده لما كان اصغر شوية، ما شاء الله اللهم بارك، كان ابتدى بقى ان هو يغير ريشه وكده. عايزة اقول لكم كمان ان المسكوفي الافضل ان احنا بنربيه لوحده، بلاش نربيه مع الجعجاع او المولر، لان هما بيزروطوا ميه كتير، لكن المسكوفي في الميه قريب شويه من البلدي. المسكوفي لما ربنا بيبارك فيه بيكون حلو جدا، اللهم بارك، وبيدوكوا اوزان حلوه، اللهم بارك. لكن لو مناعته بتبقى قليله، يعني لو الظروف مش مهيئه كويس معلش يعني كانت الدوره تبوظ منكم. فعشان كده دايما بقول خليكوا في الفرنساوي او المولر انا بالنسبه لي يعني من وجهه نظري احسن، عشان العيب الخطير ده 3 يعني مطلعين عيني وعيني اللي جابوني، قربت انكرش من البيت بسببهم، من صوتهم العالي. امال لو انا عندي اكتر من كده ما اقدرش استحمل. وكمان في الطعم المولر طعمه احلى طبعا من البكيني او الفرنساوي البيور، طعمه احلى. آه، بس طبعا اسرع، يعني كل واحد يشوف هو محتاج ايه وبناء عليه هيجيب الحاجه اللي هو عايزها. دول شكلهم وهم صغيرين. السمره اللي هناك دي المستخبيه دي ماتت طبعا في الاول خالص. الفرنساوي البيور بيبقى لونه غامق شويه كده، بيتعرف من كده من وهو صغير. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو زيكم يفرحنا ويشجعنا. يبقى الخلاصة بتاعت الفيديو، لو احنا عايزين بط يدينا وزن، يبقى المولر ووزن بسرعة، يبقى المولر والفرنساوي البيور او اللي هو البكيني او زي ما بنسميه. طيب عايزين وزن ومش مستعجلين، يبقى المسكوفي طبعا. طيب عايزين مناعة، يبقى البط البلدي طبعا، البط السوداني. والأحلى وأحلى، ودايما بقول في كل الفيديوهات، أحلى نوع بط هو البط الخليط مسكوفي سوداني، أو اللي هو البلدي على مسكوفي. يا ريت يكون الفيديو فيه افاده ليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو زيكم يفرحنا ويشجعنا، وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. لغايه هنا اقول لكم اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه. ولو حابين فيديوهات عن حاجات معينه او حابين تسالوا في اي حاجه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، وان شاء الله انا برد على كل استفساراتكم وكل اسئلتكم. لغايه هنا اقول لكم اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.